السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا اليوم. عندي هنا واحد الكيكه ديال الشوكولاته صاوبتها، وقلت علاش لا ما نشاركاش معاكم. كتجي غزاله بزاف ومكونات زعما بسيطه، يعني ماشي شي حاجه بزاف. المهم عندي هنايا 4 ديال البيضات، عندي كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، عندي هنا الطحين هذا ديال الكيك فرينه، وعندي كاس ديال الحليب كبير، وجوج معالق كبار ديال الشوكولاط ديال الكاكاو، وعندي هنايا ديك الخماره. ايوا صافي، دابا غادي نخلط الخليط مزيان. البيض والسكر كنخلطهم هما الاولين، هانتوما طربتهم مزيان حتى تخلطوا مزيان، على حسب بغيتو تخلطوهم بيديكم ولا بالخلاط. المهم انا درت الخلاط، كيساعد شويه الخلاط، كيطرب مزيان احسن من اليد. صافي دابا غادي نكب الزيت والحليب صافي، وغادي نخلط مزيان. راه الكيكه السر ديالها هو انك تضربيها مزيان باش كتجي طالعه وكتجي خفيفه. اما الا ما ضربتيهاش مزيان، يعني تضربيها مزيان، ما كتجيش مزيانه، كتجي بحال ثقيله. المهم هانتوما دابا تشوفوا كيفاش جات ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الفيديوهات يكونوا كيعجبوكم ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما خلطت الخليط مزيان كما شفتوا، درت هنايا واحد المعلقه ديال الشوكولاط، ذوبت الشوكولاط وخليته حتى برد، ما درتوش سخون باش ما يطيب ليش البيض البيض اللي في الكيك. المهم خليته حتى برد، كبيته تقريبا تقريبا زليفه هكايا ديال الشوكولاط، ذوبته ودرت هذا الشوكولاط بودره. صافي غادي نكب عاوتاني الخماره. سمحوا لي البنات، كيتقطع لي الصوت، ما عرفتش علاش. المهم قلت لكم صافي دابا غادي نطربها مزيان مع هاد الشوكولاط، تتخلط مزيان وصافي، وغادي نديرها في المول وغندخلها للفران. هادشي اللي كاين. راه دابا راه ما كاينش اللي ما تيعرفش يصاوب يصاوب الكيك، غير هو كل واحد والطريقه ديالو. الكيك راه فيها يعني اشكال وانواع، يعني كل واحد والطريقه ديالو. هادشي اللي كاين، يعني في الطياب كامل راه كل واحد وطريقته، سبحان الله، ماشي كل الناس بحال. ايوا صافي دابا تشوفوا ان شاء الله من بعد ما غادي طيب كيفاش غادي تجي. وسمحوا لي راه ما كنشاركش معكم لي فيديو بزاف، مع راكم عارفين مع الثقال وسميتو، واللي عنده دري صغير، يعني فاش تكوني حامل وعندك دري صغير راه كتجي شويه صعيبه، ما كيكونش عندك الوقت وكتكوني تتعياي. يلا كنقضي داك الشغل يعني في الدار وداك الشيء، صافي كتوصل العشيه كنعيا. هذاك الشيء علاش ما بقيتش نشارك معكم لي فيديو بزاف، ولكن راه تنحاول مره كنلوح شي حاجه وصافي. ايوا نتمناو الخير ان شاء الله. المهم البنات، من بعد ما طابت الكيكه ديالنا خرجتها من الفران. ها هي، ها نتوما شوفوا كيفاش جات. دابا غادي نحطها في الطبسيل اللي غادي نخليها فيه. صافي ذوبت هنايا الشكلاط، ها نتوما. على حسب التزيين، على حسب كل واحد وشنو بغى يزين. في اللي يزين بالفواكه، تزينوا
هكا ممكن تخليها كاع هكا راه كتكال هكا لان فيها الشوكولاته من الداخل. صراحه جات زوينه بزاف، جات غزاله. دابا غادي نبدا نزينها ويلا معايا. هانتوما هنايا غادي ندرتها في الطبسيل اللي غادي نحط فيه نيت الكيك. وهنايا غادي نقطعها هانتوما من بعد ما سقيتها. هانتوما غادي نقطعها هكايا على حسب تقطعوها مربعات اولا على هذا الشكل هذا. يعني باش غادي نحط الشوكولاته من الفوق، يعني يدخل الشوكولاته لداخل. هانتوما نذوقوا واحد شويه. صراحه تبارك الله عليا، صراحه غزاله. هانتوما وما كتكلفش بزاف، يعني مقادير بسيطه. يعني هانتوما البنات كتذوب، والله الا كتذوب خفيفه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. خليها دابا بعدين. يلا يلا فطرت. ها انتوما غندخلها دابا للثلاجه. والمهم الا عجبتكم ما تنساوش ليا اللايكات، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك مرحبا به. نتمنى هاد الكيكه ديالي تعجبكم ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا خليتكم على خير وتهلاو ليا في راسكم. مع السلامه.